السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة يوميات أم حبيبة أسوان بترحب بيك وحبايب مشاهدين ومتابعين من جميع أنحاء العالم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. سبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر، واستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه. انا كل اسبوع اخط الحاجه في المنور جنب مني عشان اركنها عشان خاطر تقعد يعني عشان تقعد كده، يعني استعملها بعدين. الاقي التراب والورق والكياس جاتني من فوق طايره، عشان بيتي في عرض الجبل. زي ما قلت لكم قبل كده، المنور ده انا كل اسبوع بلاقي فيه كارثة، يعني كل اسبوع كده الاقي فيه كارثة بالنسبة للتنظيف. يعني مجرد لو سبته اسبوع بالظبط اجي الاقيه بالمنظر ده. طبعا وكما بيكون فيه هوا بيبقى فيه بتاع، الاقي لك الكياس طايرة عليا، والاقي الورق، والاقي كل حاجة كده جاية من فوق، وتراب وحصى ينزل علينا من الجبل، لأن البيت أصلا جاي في حضن الجبل. ربنا يكرمني يا رب العالمين إن شاء الله بإذن الله، وأسدد اللي على البيت عشان أقدر أرفع الحيطان من فوق، بدل التراب والحصى والبتاع ده والورق ينزل عليا كل يوم كده. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين، ويسعدنا ويسعدكم يا رب. ربنا يكبر بخاطري وخاطركم إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. يعني سبحان الله، يعني أنا بصراحة، يعني أنا متضايقة بالنسبة للورق والكاس ده اللي بيجي عليه. انتوا شايفين الشمس فيها، وشايفين الجزايز، وشايفين كل حاجة تيجي نازلة كده علينا من فوق بيتنا، لأن المنور طبعا زي ما كل الناس عارفين المنور مفتوح عشان هو تهوية بالنسبة للبيت، بالنسبة للأوض. ألاقي ورق وأكياس وطوب وحاجات كده نازلة علينا. الحمد لله رب العالمين احنا بننضفه كل 3 أيام. أنا بنضفه بالمنظر كل 3 أيام ألاقيه بالمنظر ده. لو سبته أسبوع بحس إن أنا ده كارثة فيه من جوه. الحمد لله ولله الحمد. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين، ويسعدنا ويسعدكم. ربنا يفتحها علينا جميعا يا رب العالمين، أنا وأنتم إن شاء الله بإذن الله. دلوقتي هو بالمنظر ده، انت هتشوفيه بقى كمان شوية، يعني دقايق معدودة كده وهتشوفوا منظره ازاي. انا هخليه ازاي، هلم كل حاجة دي بقى هجيب شكارة بقى والم فيها كل ده. هعمل عاملة زي واحد كل يوم بيفرز الصندوق بتاعه بتاع الزبال. الحمد لله رب العالمين. انا ايديا صراحة بقت توجعني من ان انا كل يوم والتاني انضف واشيل. الحمد لله رب العالمين. ربنا يقوينا ويدينا الصحة، واهم حاجة الحمد لله رب العالمين بنضفه على طول. انا يعني خايفة من الدبيب كده عشان احنا في الجبل طبعا. الحمد لله رب العالمين. ربنا يجملها بالستر ويسترها معانا ومعاكم يا رب العالمين. ويا رب نجح أولادنا يا رب ببركة حبيبك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. بصوا بقى المنظر يرضيكوا يا حبايب المنظر ده. ربنا يكرمني يا رب العالمين من وسع بابه، وقناتي تكبر وتبقى إن شاء الله ليا، إن أنا عاملاها مصدر رزق ليا ولأولادي إن شاء الله يرزقني فيها ربنا، تبقى مليونية إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. ربنا يسعدنا ويسعدكم يا رب ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا المنظر، يعني أنا كل يوم والتاني كل 3 أيام أشيل بالمنظر ده، وألاقي الحاجة جاية من فوق مني. يعني ممكن لو واحدة رمت كيس زبالة ممكن يدخل عند البيت. يعني لو واحدة من فوق الناحية التانية رمت كيس زبالة، يعني الزبالة بتاعت بيتها والفضلات بتاعت بيتها، أبص ألاقي الكيس جرجة نزل عندي. لأن البيت من يعني الحيطة بتاعتي سوى الجبل. يعني زي ما قلت لكم من زمن الأول، يعني اللي ماشي على الجبل كأنه ماشي على السطوح عندي. شفت ازاي؟ فربنا يكرمني يا رب، وادعوا معايا أصحابي وحبايبي إن قناتي تكبر كده وتبقى فيها دخل حلو ليا ولأولادي.
وأكمل الحيطان دي، وأخلي صاحب البيت ياخد حقه، وأنا أكمل الحيطان دي وربنا يهدي علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. يعني برضو ال- حكاية البيت ده أنا حكيتها قبل كده في فيديو، ربنا يسهل الأمور إن شاء الله بإذن الله ووقف لي ولا الحلال. كل يوم شقيانين، كل يوم نقعد ننضف فيه المنور ده رغم الظروف اللي احنا فيها، بس الحمد لله رب العالمين. ربنا يجملها علينا بالستر جميعا يا رب إن شاء الله. ربنا يكرمنا جميعا يا رب ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يسترنا ويستركم يا رب تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليه. ربنا يجملها من الستر يا رب علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب، ويجعل الخير في إيدينا وفي إيديكم يا رب العالمين، والسعادة لنا والسعادة ليكم يا رب. ربنا ينجح أولادنا، ربنا ينجح أولادنا يا رب العالمين، وجميع ولادنا في جميع مراحل التعليم الأساسية، في جميع مراحل التعليم يا رب. ربنا ينجحهم ويبارك فيهم ويطلعوا حاجة كويسة في المجتمع، ويطلعوا بارين بينا. بسم الله ما شاء الله يا رب العالمين إن شاء الله بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. ربنا يسترنا وتحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ادي هنا هو لميت الورق والأكياس وكل حاجة، وكمان بغسل خزانات المية اللي أنا بحط فيهم المية علشان يبقوا معايا المية نظيفة. طبعا بنضف المنور من التراب والكاس اللي بتجينا من فوق، بضطر إن أنا أغسل الخزانات وأكب المية اللي فيها وأغيرها تاني عشان تبقى مية نظيفة، علشان كل أسبوع أنا و10 أيام كده بغير المية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين. سبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر واستغفر الله العظيم واتوب إليه. ربنا يسعدنا ويسعدكم يا رب، ويبارك فينا وفيكم، ويجعل الخير بين ايدينا وايديكم يا رب العالمين. ده هنا اهو بص المنور هو نظيف، لان انا كل اسبوع طبعا بغسله، فهو نظيف كل اسبوع بغسله بالمنظر ده. يعني الارضية نظيفة. المشكلة في الحاجات اللي بتنزل من فوق. نص المنور اهو لو يعني مسحته بالشرشوبة من غير ما اديله مية هينضف، بس انا بحب اعمل بالمية الصراحة. الحمد لله رب العالمين. المنور والحمام المطبخ كده كنت بعملهم بالمية، لكن حاجة فيها سراير تبوظ ولا حاجة بعملها بالمساحة. الحمد لله ولله الحمد. ربنا يكرمنا يا رب العالمين ويفتحها في وشي يا رب، ويرزقني برزق عيالي، ويبارك ليا في صحتي وعافيتي، ويبارك لكم في صحتكم وعافيتكم حبايبي المتابعين والمشاهدين والمعجبين. انتوا عيلتي الكبيرة ان شاء الله، عيلتي تكبر بيكم. لايك واشتراك، لايك وكومنت واشتراك ومتابعة كده من عنديكم حبايبي عشان قناتي تكبر بيكم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يكرمنا يا رب ويكرمكم بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ولله الحمد. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب، ويسعدنا ويسعدكم، ويجعل الخير دايما في ايدينا وايديكم يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. الله لا إله إلا أنت ربي سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا يسعدنا ويسترنا ويستركم ويسهل الأمور لنا وليكم يا رب العالمين. بصوا ما شاء الله بقى المكان بقى أبيض ونظيف إزاي. كل ما تنضفي في بيتك كل ما بيتك يبقى نظيف ما شاء الله. أدي هنا بصي لسه بقى هشطف بقى، هشطف عشان المرة الأولانية كان في تراب جامد، دلوقتي هشطف أهو. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله ولله الحمد. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين ببركة سيدنا محمد وبزيارة البيت الحرام. اللهم آمين. ربنا يكرمنا يا رب بحجة وبعمرة يا رب، آمين يا رب العالمين. كريم رسول الله والله أكرمه، فهل فقير بين الكريمين يحرمه. اللهم ارزقني بحجة وعمرة يا رب العالمين وزيارة بيتك الحرام، وليكم أجمعين حبايب قلبي. ربنا يسهل لكم الأمور يا رب ويسعدكم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربنا يسترنا ويستركم يا رب. امين يا رب العالمين. يعني كل ما بيتك كل ما مكانك يبقى نظيف. انا عن نفسي لما مكاني يبقى نظيف كده بحب برتاح نفسيا. او اكون مثلا بصور في الزرع تحت. انما المكان جنب مني مكركب ومش حلو، بحس ان الدنيا كلها فوق دماغي بامانه يعني. بحس الدنيا كلها كده، بحس ان البيت كله مكركب. لو جنب واحد من البيت مكركب بحس البيت كله مكركب. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب، ويسترنا ويستركم، ويبعد عننا الشر عنكم، ويبارك لنا في أوقاتنا يا رب العالمين، ويبارك فيكم وفينا وفي أولادنا يا رب، ويجعل الخير كله بين إيديكم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. ربنا يبارك فيكم وفينا وفي أولادنا يا رب العالمين، ويجعل الخير بين إيدينا وإيديكم ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب الخير والسعادة والرزق الوفير يا رب العالمين، ويبارك لي في حبيبة العسل. شايفين؟ بعد طبعا أنا معبين طبعا بعد ما خلصت المية أنا، هي قالت أنا هنشف يا ماما. قلت لها ماشي حبوبة اتفضلي. قلت لها تعلمي عشان ربنا يكرمك وتبقي إن شاء الله كده حاجة كويس ان شاء الله في المجتمع يا رب. ربنا يكرمك يا رب العالمين يا حبوبة انت واخواتك، وربنا ينجحكم يا رب العالمين. ده عملناه الظهر لقينا منظره مش حلو. شوفوا بقى المنظر بقى جميل ازاي ونظيف. يعني انا خدت كرسي فيه اقعد عليه، يعني نقعد عليه كده نظيف. بص المنظر لما يبقى نظيف عينك بترتاح. ما شاء الله، الله اكبر. كل يوم جديد مع قناة يوميات ام حبيب ان شاء الله.